السلام عليكم يا جماعة. النهاردة بقى كده هنبدأ يومنا الجديد، طالعين فوق السطوح علشان نظبط السقف، وهوريكم هنعمل ايه. كان لازم بقى نظبط ايه السقف علشان خاطر الشتاء، فاحنا كده ايه هنطلع بقى فوق السطوح علشان عندي شروخ في الارض وفي حبة كركبة كده برضك نظبطهم، وبعد كده ايه نظبط السلالم عشان انا في اخر دور. وهوريكم بقى ايه كده بقى ايه بدأ الصنايعي اهو جاي هيكسر، علشان هنا ده شرخ وتحتيه يعني في تطبيل في السقف وكده، فعامل شرخ في سقف الشقة. هيورينا بقى ايه انو حتة اللي فاضي، هو بيكشف على السقف دلوقتي. وبرضك هيشوف لي سقف الأوضة، برضك هيظبط لي كام حاجة فوق السطوح، وهينزل ردم وحاجات كده. بصوا يا جماعة كل ده بيكسر السقف، بايظ خالص، هتبقى حتة كبيرة دلوقتي. هو هيكشف على كذا حتة ويلاقيها. انا سجلته لكم علشان ما تسمعوش الهبد، يعني في هبد جامد. طبعا بحكم ان انا شقتي اخر دور، فهو بيبقى فيه ضرر على اخر دور. اهو بص رملة، يعني الاسمنت اللي عامل السقف ده عامل بطبقة اسمنت بسيطة جدا، فعشان كده السقف وحش. هو السنة بسنتها طبعا لازم نعمل كده عشان نحافظ على الشقة، لو ما عملناش كده السقف بتاع الشقة هيبوظ. هو بقى هيفضي كل اللي جوه ده وهيصب صبة اسمنت فيها. الصراحة هو تعب جدا ان ماشي على السقف كله، بقى يشوف الحتت المفتحة وايه ويفتح فيها علشان خاطر يحشيها اسمنت اسود. لازم يا جماعة ما نهملش في حاجة زي دي، ان بعد كده ممكن تبقى السقف بتاع الشقة هيقع. فاحنا السنة بسنتها، بس احنا السنة دي الصراحة اتأخرنا عن عمايلها، احنا المفروض بنعملها قبل كده، بس الصراحة الوقت جرى بيا كده واتلاقيت في كام حاجة فاتأخرت في عمايلها. هيطلب بقى مني طلبات، يعني ان احنا نجيبه حاجات وكده، هو بقى اللي هينزل يجيبها الصراحة. وهيجيلي بردك واحد تاني هيظبط لي السقف بتاع الأوضة وسقف السطح. وهنشوفه بقى ايه هو هيورينا ايه تاني، وهيورينا ازاي بردك ممكن نكشف على السطح بتاعنا. هو بصوا بقى كده يا جماعة، هو فتح كده كذا حتة، هو كأنه بيجر رملة، انا مش شايفة خالص اسمنت. فقال لي بقى ايه لازم نحشيها اسمنت، يعني يعمل لها اسمنت لباني. انا مرضتش افتح لكم الصوت والله علشان ما يبقاش فيه ازعاج، ان كان هبد جامد جدا. انا واقفه اهو بصور، والله انا واقفه بصور لكم عشان برضك ايه تبقى الحاجات دي برضك تنتبهوا ليها، اللي هم ساكنين في اخر دور بيحصل كده، يعني دايما الاهمال بيوقع السقف، فلازم ان احنا ايه نتابع الحاجات دي. هو الشرخ ده بقى ده كده رايح عند، يعني من اوضه النوم رايح على الحمام، في حته طويله. بس هو اصلا المفروض كان يتعمل سيراميك، لكن ده معمول اصلا كسر سيراميك،
الاحسن ان هو يتعمل ايه سيراميك. هو كده كده اصلا اخر دور بيبقى مضرور يعني، حتى لو ركبت ايه. بس هو اهم حاجة من السنة للسنة لازم تتابع ايه السقف. اهو بص كده بيورينا تاني، بيقولي بصي مفيش رملة مفيش اسمنت، كلها عبارة عن رمل. مم. فتخيلوا بقى ال200 متر هم عبارة عن رملة بس، كل ده غلط. الحمد لله. فهنشوف بقى ايه الراجل هيعمل ايه. بصوا بقى كده يا جماعة، ودي ظهرت لنا حتة تانية في البلكونة بتاعت الصالون، في السقف بتاعها. كل ده بردك هو هيعالجه، كل ده هو هيعمله لسه بالاسمنت الاسود، وبعد كده كمان يومين هيعملوا بالايه بالاسمنت بقى الابيض، هيجي يسقي السطح كله. بص فاضيه بطريقه بشعه. كل ده عندي بقى ضارر تحت اهو كده. لا في العمود ده بردك، عند العمود ده في كسر تاني. وكده بقى الراجل اللي هو هيعمل لي السقف اهو وصل وبيغطي. دي اوضه كنت حاطه فيها فراخ، بس السقف المشمع بتاعها كله طار. بس طبعا انا مبطله تربيه من بقالي فتره يعني طويله وكده، عشان دراعي اتكسر. هو يعملها كده يا جماعه بقى. بدا يشد البانر على الاوضه علشان يمنع عليها نزول الميه. بس بردك لسه ما ظبطهاش يعني قوي. هو يفضل يدق بقى، وبعد كده هيجيب حبال يربط. هيجيب خشب الاول وعمدان يربطهم فيها، وبعد كده ايه هيجيب بقى ايه حبال. هنشوف بقى ايه هو هيكملها لغايه فين. والله انا كنت خايفه من كده يا جماعه. بقى هو دخل ايه يحط لها لوحه من جوه عشان يعمل لها زي مجرى ينزل عليها الميه. هيظبط بقى من جوه، وبعد كده يطلع ايه يظبطها من بره. كده بقى يا جماعه بدأ يعمل اهي الرمله والاسمنت اللباني دول، وهيصب بقى الصبه. بس على الحظ بقى ان الدنيا شتت، بس الحمد لله كانت الاسمنت بدأ يشد يعني. اهو بص الرمله بقى. هو قال لي اما تتصب صبه تمسك وتشد جامد. هنشوف هو هيعمل ايه يعني. هو الصراحه تعب يعني الصراحه فيها. هي اي حاجه في السطح ما بتتعمل السطح ده ما بيتعمل يعني، ما بيبقاش عيب في الصنايعي، بيبقى هو العيب في السقف نفسه، ان هو بيتحمل شتاء وبيتحمل شمس. هو اخر دور كده مهما تعمل فيه وتصرف عليه بردك مضرور. انا ما اعرفش اي حاجه غير ان احنا بنظبطوه كل سنه. اهو بدأ يعمل بص ايه دي صب. وهيرجع لها تاني، هو هيفضل يملى فيها كده ويرجع يملى فيها تاني، ان هي هتفضل تجري. شايفين الكمية قد ايه، الحفرة قد ايه. كل ده بيبقى ضرر على السقف من تحت، مش من تحت بس، من تحت ومن فوق. هو يبوظ الدنيا، يبوظ الحديد بتاع البطن. هو كان بيحاول يحط اللي هي شرايح السيراميك دي، وبعد كده قال لي لا خلاص ملاش لازمه بقى، عشان دي صبه لباني. والراجل بردك محتاس اهو بيعمل السقف. وكده يا جماعه بقى سابها ايه تتشرب شويه،
وبعد كده هيجيب لها بردك مونة تاني يكملها. وهو كده عمل لها بردك مونة بردك سايلة كده اللي هي اللباني دي، ويرجع يصب عليها تاني. هي كل ما بتنشف كل ما بتعوز تاني. وبعد كده ايه هيسويها ويلم المونة في الفتحات. الصراحة هو كان يوم صعب قوي. هي اخر حتتين دولت اللي هما هناك دولت كده اخر حتتين هيروح يكملهم. هيصب فيهم. بيحوط عليهم بالرمل علشان ايه هي الحتة دي مايلة كده. هو ايه ملاه وهيسيبها بردك تشد تاني ويرجع يحط فيها كده يا جماعة. يبقى ايه هو خلص. هيرجع بقى ايه يصب تاني في اللي هو كان صب فيها، ان بتشرب وتعوز تاني. وكده بقى ايه هو يبقى هيسيبها تنشف لتاني يوم ويرجع بقى ايه يكمل شغله فيها. هو كان بيحاول ان هو يحط فيها كسر سيراميك، بس في الاخر هيقولي لا مش تنفع، لازم تشد شوية. وبعد كده الدنيا هتشتي علينا وهننزل ونسيب كل حاجة، بس الحمد لله هتكون الصبة دي نشفت شوية. هنا الراجل بقى ايه بيمسمر السقفية دي، وهجيب له حبال ويربط بقى. ان هو المشمع بقى ضعيف غير ما احنا كنا لسه شارينه من كام سنة، لا هو ضعف برضك. عشان انا الجنب ده كان عندي فيه ترشيح مية، فجبنا المشمع ده وعملنا تستيكة وظبطنا من تحت. بس برضك يعني ايه هو تعب على الفاضي، يعني حاجات مؤقتة. او كده بيفك سدايب خشب من خشب مركون عندنا، بياخد ويمسمر فيه. او كده ايه الخشب بينفع برضك كده يا جماعة. بقى بيربط الحبال وبيظبط الخشب في بعضه علشان ما يتخلعش كده يا جماعة. بيحاول بقى بينهي البانر علشان خاطر الليل بدأ يليل، وهيجي بكرة يكمل. ولسه بردك السقف بتاعنا ما خلص ولا السطوح. هكمل لكم جزء تاني يوم تاني بإذن الله. ومع السلامة، أشوفكم على خير بإذن الله.